بأكبر عدد في تاريخ هذه البطولة، بطولة دوري الأبطال، البطولة المحببة للقلعة الحمراء. والمدرب مارسيل كولر الباحث عن التتويج الثالث له على التوالي، والباحث عن رقم قياسي لم يحدث في تاريخ هذه القارة بأن يتوج مدرب ب3 ألقاب على التوالي. يواجه في هذه الليلة الفريق القادم من أقصى الجنوب في قارة افريقيا من جديد. مجدي أفشع، خطيرة راسية، مش ممكن يا ياسر، مش ممكن ياسر ابراهيم. هل يتقدم في النتيجة في الشوط الأول؟ إمام عاشور، إمام عب تمريرة طويلة في الأمام لوسام أبو علي، بيروح هوتو، انطلق هوتو في الأمام، هوتو تسديدة بسن حذائه مرة على المرمى، ركلة مرمى، خطفها هوتو بسن الحذاء، لكن التمريره كانت خاطئه. من جانب يحقق اللقب في اول مشاركه ليه في البطوله من جانب فريق اورلاندو بايرتس. ياسر ابراهيم نقل الكره في الامام، مروان لعمر الساعي، امام عاشور، امام يحتفظ بكرته ومطالبه بخطا وركله حره، لكن ابو بكر السار لم يحتسب اي شيء في هذه الواحد. ترجع الكره لامام عاشور، امام ترجع الكره لياسر ابراهيم، ياسر أفشة ماضي فريق اورلاندو بايرتس، لكن ضغط أفشة من جديد ضيما لفريق اورلاندو بايرتس، يخطأ لكوكا من جديد لامام عاشور، لكن شوفوا سرعه لعب من جديد لعمر الساعي، عمر الساعي برجله الشمال يلعب يوم 7 ديسمبر الماضي. ترجع لسيساني، قال داعي يلعبها تسديده خلفيه، لكن مرت اعلى المرمى. هذه عمر يا ولد يا عمر الساعي وتسديده مرت اعلى. هوتو يلعب تمريره داخل منطقه الجزاء، حزات كثيره مع هذا المدرب. كره طويله في الامام، ترجع رمي التماس لرامي ربيعه، عادت من عمر الساعي، مروان عطيه بذكاء يلعبها لكوكا، اكرم توفيق، حسين الشحات، كهربا ويويع، رامي ربيعه، هوتو يلعب في الغايه، محمد مجدي أفشة، محمد مجدي يلعب على الارض، لكن خطيره في الامام على اللاجه اليسرى مع انطلاقه سريعه، واول كره خطيره تاتي الان داخل منطقه جزاء النادي الاهلي، لكن مرت تمريره موفو كينج الى ركله مرمى. عمر الساعي، الله على التمريره من عمر الساعي، جميله من عمر الساعي، برافو يا ولد، برافو عمر، تمريره ذكيه جدا من جانب عمر الساعي. يلعب على اليمين لخالد عبد الفتاح لعمر الساعي، وادي وصلت لمكوكبا اللي كان فقط حذاءه، يعمل بايرتس لأداء الواجب الدفاعي. ادي استلم يلعب ياسر لوسام لأفشة اللي لعب كره للنادي الاهلي، وبيضغط عمر الساعي يا ولد بذكاء، يكسب عمر الساعي، لكن احتسب عليه فاول حكم البوريتاني في كل الكرات هذا اللاعب. وادي خالد عبد الفتاح يكسب من جديد، ضغط القوي من جانب لاعبي اورلاندو بايرتس، وادي دفعه وفاول للنادي الاهلي في مكان خطير. برافو كريم ديفيد يكسب فاول في مكان خطير. ادي تقريبا انتصف الشوط الاول ولا زالت النتيجه حتى الان التعادل. لاعب من لاعبين النادي الاهلي يدخلوا منطقه الجزاء، يلعب أفشة على القائم القريب، ما بين الفريقين ديربي سويتو. هذه تسديده من بعيد مرت الى ركله مرمى، جرب حظه عمر ولا خالد عبد الفتاح جرب حظه، او اعتقد عمر الساعي هو اللي يا ولد يلعبها جميله لامام عاشور، والمدافع سيساني يلعبها بالكعب، لكن وصلت الى سيف لصالح امام عاشور اللي بيكسب فاول، وحتى الان ولا انذار في المباراه. وادي امام عاشور، حذاري يا امام، لديك انذار يا امام، لديك في الامام لهوتو، خطير هوتو، غير اتجاهاته، ساعي موقف 1 على 1، عمر الساعي الاهلي في هذه المباراه. هذه التمريره داخل منطقه الجزاء، لكن مرت قويه الى ركله مرمى، عمليه تهدئه اللعب بدون اي داعي. ترجع حزاري من موفو كينج، وادي التمريره، هاتوا خد خالد عبد الفتاح، خد تمريره منه خالد عبد الفتاح 1 على 1، استعجل لاعب كره عرضيه سهله في متناول سيفوشي، كان ممكن يروح خالد عبد الفتاح في مواجهه ماكو المدافع الايسر لفريق اورلاندو بايرتس. ادي تسديده امام، كان يخطف من امامه ياسر، ترجع من جديد لعمر الساعي اللي لعب له جميله التمريره، امام يلعب كره عرضيه لكن قويه، وخطا على امام، تسبب فاول على امام ابو بكر السار، غريبه طبعا
غير اتجاه اللعب من جديد على اللاجل اليسرى. ادي وسام والتسديده قويه من وسام. تدخل معه السبيسي في اللحظه الاخيره، لكن الجمله جميله من بدايتها. من وادي الاستلام من جانب امام. اظبط يا امام، خطيره. قفشه وضع المدافع قدم امامه في اللحظه الاخيره. عمل تاكلينج مع قفشه في اللحظه الاخيره. ترجع الكره السهله لسيف الشين. كان ممكن يلم بذكاء قفشه من جانب وسام لمروان يلعبها في العمق، لكن رقم 29 مدافع الايسر لفريق اورلاندو بايرتس ماكوكبا. حذاري من الكرات الملعوبه، لكن برافو. شوف متقدم على فريق استاد ابيجان واطلق حكم الملاعبين. كذلك نتمنى التوفيق لبيرسي تاو. طبعا يرجع رامي ربيعه، وادي عرضيه خطيره راسيه مرت الى خارج المرمى. فرصه كانت خطيره، تردد رامي وتردد ياسر ابراهيم وخد مساحه. طبعا مجموعه لعبه جميله داخل منطقه الجزاء. جول اول ياتي الان في المباراه لفريق اورلاندو بايرتس. خطا دفاعي كبير ياتي من جانب ياسر ابراهيم ويستغل من جانب اللاعب موفو كينج، والهدف الاول ياتي الان في استاد القاهره لفريق اورلاندو بايرتس. خطا من ياسر ابراهيم ومن قبله رامي ربيعه. جميله لامام عاشور، عرضيه خطيره للتعادل، لكن بتضيع على وسام. ضاعت على وسام اللي لعب في جسد الحارس. امامه المرمى مفتوح على مصراعي، لكن اختار ان يسدد في جسد الحارس. 6 من لاعبين النادي الاهلي لكره عرضيه. رامي ربيعه يلعب لامام يكسب ركنيه. امام ساعي لامام عاشور. امام لعب تمريره جميله لكوكا يلعب عرضيه قويه للشحات. جول لحسين الشحات. هدف التعادل ياتي الان للنادي الاهلي. يا ولد يا حسين، روعه يا حسين. 1-1 اصبحت النتيجه الان. 1-1 هنا في استاد القاهره، لكن يا ولد على التمريره. عينك على الاسيست الرائع لدلاميلي. خطيره راسيه، مرت جول لفريق اورلاندو بايرتس. عرضيه على القائم القريب، يلعبها بضربه راس البديل ماباسا.